اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من يهودي، فأنكر اليهودي البيع وادعى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطه ثمن الجمل. فقال رسول الله: أنا أعطيتك ثمن الجمل. فقال اليهودي: لم تعطني، فأتني بشهود. ولم يكن أحد من الصحابة شاهد على البيع والشراء. فقال الصحابي خزيمة بن ثابت: أنا رأيتك يا رسول الله وأنت تعطيه ثمن الجمل. فسكت اليهودي وذهب ولم يجابح بعدها. وبعد يومين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي خزيمة فقال له: يا خزيمة، أنا بعت واشتريت مع اليهودي ووفيته حقه ولم يكن أحد موجود، فكيف تشهد بأني أعطيته ثمن القعود وأنت لم تكن حاضرا؟ قال خزيمة: يا رسول الله، أصدقك في خبر السماء وكل ما جئت به وأكذبك في بضع دراهم؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. فأصبح خزيمة شهادته برجلين، ولقب بذو الشهادتين. رواه أبو داود والنسائي وأحمد.